ضيف الكريمة دي على الكيك وهتدعيلي. دي كانت كلمات صديقة الطفولة والدراسة اللي عايشة في إيطاليا حاليا. لما شافتني على القناة نزلت كيك قبل كده كتير، قالت لي اعملي الوصفة دي وبجد تحفة ورهيبة، وما كدبتش خبر وسمعت كلامها وجربت. طبعا انا كل ما بجرب اي حاجة جديدة لازم بجرب في كمية صغيرة. جربتها مرة واتنين وتلاتة وفي الاخر عملت اكبر كمية. طبعا كيك تحفة ورهيب وبجد هتدعولي لما تجربوه، ولازم تلحقوا تعملوه قبل ما الفاكهة اللي حاطينها جواها تخلص من السوق، لان هو ده الموسم بتاعها. بجد كيكة فظيعة، مش هتبطلي اكل فيها وطعمها رهيب. شوية مكونات كده دمجناهم مع بعض طلعت لنا اجمل كيك. خطوات بسيطة هتشوفيها معايا في باقي الفيديو علشان توصلي للنتيجة الروعة دي. كيكة ذهبية وجميلة جدا بكريمة ممتازة ومميزة بطعم رهيب. بس قبل ما نشوف الجمال ده كله طلع ازاي، ما تنسيش السبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد ومميز، واللايك الجميل على الفيديو وشير الفيديو علشان اوصل لاكبر قدر ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دعاء زين. وان شاء الله النهاردة هنعمل كيكة التفاح بكريمة مميزة وتحفة جدا، ادمان بجد. في الاول جبت البولة بتاعتي وسميت الله وحطيت 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وعليهم حوالي معلقة ونص صغيرة فانيليا سايلة او 3/4 معلقة صغيرة فانيليا باودر لو عندك. وبدأت اقلب فيهم وعلى طول هجيب السكر. وطبعا زي ما بحاول اذكر في كل مرة في كل فيديوهاتي بالذات في الحلويات ان الكوبايات اللي بستخدمها والمعالق كمان معيارية، وكوباية حجمها 240 ملي. جبت كوباية سكر حوالي 230 جرام، وبدأت سكر ناعم عادي اللي احنا بنعمل بيه الشاي، وبدأت انزله واحدة واحدة على البيض وبقلب زي ما انت شايفة كده. مش محتاجة مضرب كهربائي خالص، والكيكة هتطلع معاكي هشة وتحفة وجميلة. عايزة تعملي بمضرب كهربائي اعملي، مفيش اي مشكلة. بدأت انزل السكر واحدة واحدة كده مع التقليب لغاية ما تقريبا السكر بيدوب معايا، بحسه ان هو مش موجود تحت المضرب. خلاص كده هجيب على طول المكون التاني معانا نص كوباية زيت. نص كوباية زيت يعني حوالي 100 جرام على الميزان. انا بقولك بالكوبايات المعيارية وبقولك بالميزان، واشتغلي باللي تحبيه والميزان افضل بكتير. نزلت الزيت زي ما انت شفتوا كده وقلبت تقليبة محترمة، وعلى طول نجيب تالت مكون. معايا هنا 3/4 كوباية لبن، يعني حوالي 175 180 جرام كده. بنزلها وبقلب، ما بكترش في التقليب. يلا بقى نركن السوائل على جنب ونجيب معانا النواشف. كيك سهل وبسيط ومفيش اسهل منه، بس التركات اللي جاية هي احسن حاجة فيه. معايا هنا بالظبط 215 جرام دقيق، يعني من 210 ل 215 كده، يعني 3 كوبايات الا ربع دقيق. انا كوبايه الدقيق عندي 150 جرام بالظبط، وعليهم معلقه كبيره بيكنج باودر ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وزن 13 جرام، ورشه الملح اوعي تنسيها. وبقلب النواشف كلها كده. والدقيق انا كنت نخلاه مره قبل ما اصور، وهنخله معاكم كمان وانا بنزله على السوائل. الخطوات المهمه والبسيطه دي جدا بتفرق في الكيك كتير. يعني مش ضرب البيض بس هو اللي كفاية، لا ده كمان نخل الدقيق مهم زي ضرب البيض. كده خلصت الدقيق كله وبقت معايا الكيك بالقوام ده، قوام تقيل شوية. وهقولك ليه، علشان المكون اللي جاي ما ينزلش تحت في الصينية. خلاص كده نركن دي على جنب، وتعالي بقى نشوف هنعمل ايه تاني. جبت معايا طبعا مفيش اجمل من التفاح المصري بتاعنا. التفاح المصري ما شاء الله الموسم بتاعه دلوقتي ومالي السوق، وطعمه لذيذ جدا وجميل. هتجيبي تفاحتين حلوين كبار او 3 تفاحات صغيرين، وزنهم بالظبط 300 جرام، زي ما عملت في كيك التفاح في الشتاء كده اللي كنت مكرمله لها السكر. ما تنسيش شوفي الفيديو بتاعها اللي هسيبهولك ان شاء الله في اخر الفيديو دوت. قشرت التفاح طبعا، غسلته الاول وقشرته وقطعته كيوبس زي ما انت شايفه كده، مكعبات صغيره. ولو حابه تعمليه مبشور علشان ما يبانش مفيش اي مشكله، ده كله يرجع لك. وعلى طول نزلت بالتفاح، وانا دلوقتي متقله الخليط بتاع الكيك علشان التفاح ما ينزلش في ارضيه الصينيه وهي بتستوي. ونزلت عليهم بشر 3 ليمونات بلدي طبعا زي ما انتوا عارفين،
عملوا معايا حوالي معلقة كبيرة ممسوحة كده، وقلبت تقليب بالراحة، وعلى طول جبت الصينية اللي هسوي فيها الكيك. دي صينية مقاسها 14 قب. طبعا انتوا عارفين الصواني المفتوحة من النص بتتقاس بالقبس، ما بتتقاس بال30 او 28. فقيسيها وشوفي بتاخد كام قب، واعرفي صوانيكي بتاخد قد ايه دقيق بالظبط. وجبت معلقة زبدة كده، يعني فرشة زبدة، وبدأت من الجزء اللي في النص علشان ما انساهوش، وبطنت الصينية كلها بالزبدة، وعلى طول نزلت فيها الخليط. ما شاء الله الكيك ده ممتاز وخليطه جميل جدا، وزي ما انت شفتي طالع ذهبي جميل جدا كده. بعد ما استوى خلصت الكيك، نركنها على جنب ونروح نشغل الفرن على درجة حرارة 180، الشبكة في الرف اللي في النص. ويلا بقى نشوف الكريمة اللي احنا عملناها. كريمة ممتازة ولذيذة وجميلة. هقلبها تقليبة حلوة كده عشان انا عاملاها قبل ما ابدأ في الكيك. وعلى طول اجيب كيس حلواني وانزل فيها الكريمة علشان اوزعه في الكيك. طريقة الكريمة هقولها لك دلوقتي على طول، بس نوزع الكريمة بس وندخل الكيك الفرن ونفضل الطريقة. يلا بقى واحنا بنوزع الكريمة كده هقولك على المقادير بتاع الكيك علشان ما تنسهاش. 3 بيضات وفانيليا وكوباية سكر ونص كوباية زيت و3/4 كوباية لبن بدرجة حرارة المطبخ طبعا، وكوبايتين دقيق و3/4، يعني 415 جرام، وعليهم معلقة كبيرة بودر ومعلقة صغيرة كمان بودر، وكمان معاهم رشة الملح. وبس كده، حاجة سهلة وبسيطة وهتطلع لذيذة من ايدك ان شاء الله. بتوزعي بقى الكريمة اللي احنا عملناها زي ما انا بوزعها كده شرايط، او توزعيها دواير، او توزعيها طبقة بملو الكيك كله. ده طبعا يرجعلك في الاول وفي الاخر. يلا بقى ندخل الكيك في الفرن ونبدأ عمايل الكريمة بتاعتنا. جبت 3 ليمونات بلدي كده من الليمون بتاعنا الجميل واللذيذ اللي طعمه كده قوي وجميل. لو عندك بقى ليمون قضاليا او الليمون الايطالي، بتحطي ليمونة كبيرة، ليمونة كبيرة كافية. بعصرها بقى بحاجتها عشان هو اصلا عصيره يعني ليمونه ما بيبقاش قوي زي البلدي بتاعنا. بشرتهم، ما باخدش القشرة البيضة، باخد الاخضر بس، وعصرتهم كمان ال3 ليمونات كلهم. والبشر خدناه في الكيك، والعصير هنعمل بيه الكريمة بتاعتنا. 3 معالق معياريين كبار عصير ليمون، اللي هو عصير ال3 ليمونات. متوسط الليمونة كان وزنها 22-23 جرام، طبعا على حسب المية اللي في الليمون عندك. وعليهم بيضة من التلاجة بقى بدرجة حرارة الغرفة، مش هتفرق معاكي خالص. وعليهم كمان السكر ده انا هديك المقدار المظبوط بالظبط اللي هيطلع لك مقدار حلو. لو بتحبي الحاجه مسكره سنه، لا هتزودي عليها شويه. معايا سكر حوالي 55 جرام، يعني ربع كوبايه. والسكر لو حباه زياده شويه حطي عليهم معلقتين صغيرين. وهاتي كمان 3 معالق كبار نشا، يعني حوالي كده 20 جرام. وطبعا الكوبايات والمعالق معياريين زي ما بذكر كل مره. وقلبيهم مع بعض كده تقليبة محترمة. والأهم من التقليبة بقى، ما تنسيش تعملي لايك تحت الفيديو والكومنت الجميل منك اللي هستناه. وطبعا لو مش مشتركة معايا في القناة، اشتركي وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد ومميز ان شاء الله. بتقلبي كده تقليبة محترمة وجميلة لغاية ما تقريبا السكر يدوب حوالي 50% كده. وعلى طول تجيبي كوباية اللبن ساقعة متلجة من التلاجة تحطيها عليها. وكوباية اللبن دي 240 جرام، واهم حاجة تكون ساقعة. وتقلبيها تقليبة حلوة كده، وعلى طول تشوفي الجوانب اللي تحت لا يكون لازق فيها نشا ولا حاجة. لازم يتقلب كويس قبل ما يترفع على النار. شايفة اول ما رفعت على النار بدأ السكر يدوب خالص. بتفضلي بقى متابعاها على نار اقل من المتوسطة مع ايدك الجميلة دي، تقلب فيه ما تسيبهوش. وبرضو زي ما عملنا في حالة 3 دقايق اللي هسيبلك الفيديو بتاعه في علامة الاي ان شاء الله، بتجيبي سباتيولا كده وتمشيها في جوانب الكازرولة اللي بتعملي فيها، لا يكون في حاجة لازقة كده ولا كده. بس ما شاء الله الخليط كريمي وجميل، وريحته المفحفحة بقى ايه ما اقولكيش عليها. على طول اول ما هتلاقيه تقل كده تهدي النار وتقلبي بالراحة لغاية ما يوصل للقوام دوت. خلاص كده انا طفيت عليه وقوامه جميل ما شاء الله، ناعم
مفهوش اي تكتلات خالص زي ما انت شايفة كده، ولا حاجة لزقت تحت ولا اي حاجة. هنسيبه يبرد لغاية ما نعمل خليط الكيك اللي عملناه في اول الفيديو. يعني نبدأ بالكريمة الاول وبعد كده نعمل خليط الكيك. ويلا بقى نشوف الكيك بعد ما خرجت من الفرن عاملة ازاي. تحفة تحفة تحفة، ريحتها تجنن وهي بتستوي. ريحة التفاح مع كريمة الليمون حاجة كده منعشة وجميلة بجد. لو كنت على السلم وريحتها واصلالي وانا واقفة هناك. ما شاء الله تسويتها جميلة جدا ورهيبة فعلا. انت اول ما بتلاقيها خلاص بدأت تستوي كده ما تفتحيش عليها قبل نص ساعة، افتحي عليها بعد 35 دقيقة، بعد 40 دقيقة وشوفيها. اختبريها بالستيك وان شاء الله هتكون استوت عند 45 دقيقة بالظبط. وشايفة ما لزقش حاجة خالص في القالب بتاعنا، وهشة وطرية وجميلة ولونها الذهبي ده فظيع. انا عايزة بقى كل واحدة فيكم تجرب الكيك دوت، وبجد ان شاء الله هتدعيلي زي ما انا دعيت لمها صاحبتي. وعلى طول بقى يلا ندوق مع بعض كده. ما هو الكيك ده بصراحة ما يتفوتش، ومهما احلف لكم اللي انا كنت الكيك اللي بعمله ما كانش بيقضي من كتر حلاوته، ان الصينية ديت بالكمية ديت ما قعدتش خالص. الولاد بقوا رايحين جايين عليها، ما شاء الله طعمها رهيب رهيب. سمي الله كده بقى وكلي منها وطعمها بتدوب في بقك. والميكس ما بين مزازة الليمون وطعم التفاح الجميل والكيكة الغنية الجميلة اللي احنا عاملينها بجد حاجة ما تتفوتش. اعمليها واكتبي لي رأيك في الكومنتات. وبالمناسبة دي عرفيني انتي من اي بلد. انا عارفة بيتابعني ناس كتير من العراق ومن الجزائر ومن المغرب ومن مصر طبعا ام الدنيا اكبر المتابعين. اكتبي لي بلدك اللي انتي منها، وبجد بكون سعيدة جدا بمتابعتكم بكومنتاتكم بالنصايح اللي انتوا بتقولوها لي بالتعليقات سواء سلبية او ايجابية. بس الايجابية طبعا بتفرحني كتير. بحبكم جدا. باي باي.